اي كلام سكسي، يعني اي كلام تحسس ان هو معاه واحده كده. بصي مش عارفه اللي هو ايه، مش راسي، مش على بعضها. ازاي في جوزي، انا بتكسف، انا ما بعرفش. بصي بقى، الراجل بيحب حاجتين في الست طريه والست ذكيه، اللي تعرف احتياجات راجلها وجوزها ايه وتشبعه بيها حتى لو ما قالش عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا المنتظر جدا جدا جدا، طلب مني على الانستجرام كتير قوي، واتطلب مني في القناه هنا من اول فيديو عملته عن العلاقات الزوجيه. طلب مني كتير قوي ازاي يا دينا اعف جوزي واخليه ما يبصش بره ولا محتاج لست غيري. النهارده ماما الفيديو ده بتاعنا، المحتوى ده بتاعي، وش سكه ودغري والله زي ما بقول لك كده. تعالي لاختك قولي لي يا جينا اعمل ايه، اقول لك في 1 2 3 4. بتعملي ايه منهم؟ بعمل 2. لا يبقى ناقصك 1 و3 و4. ليه؟ عشان انا بنت خالتك، عشان انا اختك كده توينزك كده. والله العظيم 3 انا ما عايزه حاجه غير ان انت تكوني سعيده ومبسوطه وبتعرفي تتعاملي، تعرفي تحلي مشاكلك لوحدك. اوعي تروحي تتذللي لصاحبتك وتقولي لها اعمل ايه، تقول لك لا اجماجي كده وحمري عينك. مفيش حاجه اسمها ست تحمر عينها على جوزها. صباح الفل، حمري عينك على جوزك يبقى حطي الشلامات بقى، وش معروف. فانت لازم تكوني ايه، الحته الطريه، تمام؟ هو يقوم مديكي ايه، الحته المميه معروف، ماشي؟ طيب لو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص قلتها لك كده من كام فيديو، انك ازاي تتعاملي مع راجل بذكاء. الست الذكيه، الراجل ما بيحبش الست اللي هي متمرده. الراجل بيحب حاجتين في الست طريه والست ذكيه. الاثنين، الطريه عشان انت عارفه ليه، والذكيه عشان بتعرف تتعامل معاه. موقف من المواقف تعرفي تتصرفي فيه، مش انت القائد ليها ولا انت هندلتي الدنيا، انت بتعرفي تلمي الدنيا، تعرفي تلمي الموضوع. فالست الذكيه اللي تعرف احتياجات راجلها وجوزها ايه وتشبعه بيها حتى لو ما قالش عليها. بتقري في العيون، بتشوفي ماله، اديله الامان، حاسسين انه عادي، الدنيا جميله. ايه المشكله؟ ما نجرب، ما نشوف، ما نعمل. طب ما نجرب ونشوف، ده ما عجبناش ما نكرروش تاني. طب انا كمان نفسي في كذا، طب انا كمان مش عارفه ايه. طب اجيبها له ازاي دي؟ ازاي في جوزي، انا بتكسف، انا ما بعرفش. بصي بقى، في العلاقات الزوجيه مفيش حاجه اسمها انا بتكسف من جوزي ان انا اكلمه في حاجه. الخجل مطلوب بس في العلاقه ذات نفسها، الحاجات دي كلها. لكن العلاقه في الكلام، العلاقه ان انت اللي هو ايه، تعالي نتكلم بصراحه شويه، تعالى مثلا نقعد مع بعض قعده حلوه ونقول ايه اللي نفسنا فيه، بس الواحد مكسوف يقول للتاني. انت هتدي الراجل الحته دي هتلاقيه بيبحبحلك. والله انا نفسي اضربك على فاكي كده وانت ماشيه، طبعا مش على فاكي بس تمام، على فاكي كده بس طبعا يعني انت عارفه انت قفوشه وكده. طب يا حبيبي تعملي ايه المشكله؟ مش هيبقى بهزار؟ مش هو ده دلعك؟ مش ده دلعك ليا؟ طب خلاص اعملي. وانا كمان بصراحه بقى نفسي بقى اعضك عضه من نوزك بقى، من مناخ اعضك وخلاص. طب ما تعمليها يا ست الكل، يعني هي العضه هتلزق؟ انت فاهمه حته الكلام؟ اتكلمي بس خلي كلامك يعني ما يكونش مخيف، ما يحسش ان هو مقلق وهو بيكلمك، ما يحسش ان هو يا لهوي انا قلت لها ده هتروح تعمل جرس وفضيحه. ما تبقيش ست رطاطه. انا بصي بقى، مش هزوق لك الكلام. انا بقول لك انت لو بنت خالتي والله العظيم 3 انا بنات خالتي بقعد معاهم كده على السرير، لا بالراحه بقى، في بقى احكي مع خطيبها ولا مع مثلا مع جوزها ولا مع اي حد، لا في كذا وفي كذا. فانا كمان بكلمك زي بنت خالتي. انا بقول لك ما تبقيش رطاطه، ما تبقيش بتحكي كل حاجه لصاحبتك، كل حاجه لبنت خالتك، كل حاجه لقريبتك، كل حاجه لمامتك، كل حاجه لاختك. حد بيحكي لك حاجه بيحكوا لي، ما تحكيش انت يا ستي. هم لو بيحكوا انت ما تحكيش، ده انت رخمه قوي، انت ملوحه حق يا ستي يطفش منك. فاهم حاجه انك تدي امان قوي قوي للراجل وتفتحي معاه الموضوع ده. انا حاسه ان انا كده عايزين نجدد في العلاقه بتاعتنا كده. انا حاسه ان احنا روتينيين قوي، يعني خلاص انا صباح الفل صباح النور خلصنا. لا، ايه نفسك في ايه بقى تعملوا معايا كده ومكسوف تقول لي، او محرج مثلا، او مش عارفه ايه. ايوه في رجاله بتتكسف، في رجاله بتهدى. واحده صاحبتي كانت بتقولي ان جوزها نفسه ان هي تعمل له ستايل ان هي اسكندرانيه، ان هي تيجي اسكندرانيه وتلف بالعبايه السوداء وتكون محزقه العبايه وايوه عليه ايوه مكسوف منها، خايف تستسخر منه او يعني تتريقه، خايف لا تتريق. ايه ده اسلوبك، ده ذوقك، اوعي تقللي من احساس ومشاعر الراجل اللي هو معاكي. والله العظيم 3 الراجل لو اتبسط لا يبسطك، والله العظيم 3. من اختك مش هطلع اقول لك حاجه واسوحك بيها، انا اكتر واحده ما بحبش التسليح. بس انا عايزه اقول لك طول ما هو عايز يقول لك هو عايز يعمل ايه، اسمعي ويلا بينا، اسمعي وشجعيه. طب بتعمل ازاي؟ لا ده انت تعلمني بقى، ده انت ليك بقى في القصص روايات وحكايات. لا ده انا ما كنتش عارفه ان الراجل بتاعي شقي كده. لا ده احنا من الاول بقى، طب تعالى نتجوز اول من جديد. دي كلها طريقه وروح بتحطيها مع جوزك بيحب قعدتك.
بيكون انت كمان يكون ليكي يعني ليكي طاقه لده، انت كمان تجددي ده. اعمليها يا ستي بنيه ان دي لله، اعمليها بنيه ان انت عايزه ربنا يصلح حالك مع جوزك. اعملي كل ده بنيه لله، والله العظيم ربنا يديكي حسنات عليه وكمان هيصلح لك حالك. دي كلها حاجات انا بقول لك عليها. طيب الحاجه اللي بعد كده في العفه بالزوج، حاولي بقدر الامكان شوفي جوزك بره عينه بتيجي على ايه واعمليها في البيت. جوزك يا ستي كل بيجي عينه بره على بناطيل الجينز اللي طالعه جديد السكيني، حزقه وملزقه عليها الحزام السلسله، والطب بقى ايه؟ كرينكل، طب كرينكل. ايه المشكله؟ اجيب اللي بيتلبس بره والبسه انا في البيت. جينا على فكره ان ده مش اسلوب لبسي خالص، وان انا بلبس بقى حاجات تانية خالص، وبلبس جياب وبلبس بناطيل واسعه. وحبيبتي انا بقول لك يعني انت، انا بقول لك اخرجي بيهم، هو انا بقول لك امشي في الشارع قدام جوزك بيهم؟ انت هبله يا بنت، انت هبله. انا بقولش كده، اقول البسي في البيت، البسي في البيت ده. وقال ايه؟ قال ايه يعني؟ انت مش واخده بالك ان هو يعني خد باله من كذا مثلا، حب كذا لما شافه على واحده، علق لك عليه، الله ده البتاع ده حلو، هاتلنا منه ونلبس مش عارفه ايه. انت البسي عادي. ايه ده الحاجات دي؟ هو يقول ايه ده الحاجات الجديده دي؟ ايه انت اصلا العادي بتاعي؟ هو انت اول ما تقولي العادي بتاعي اعرف ان انت عامله له بس. فانت جربي وشوفي وتدلعي وعيشي، حاولي بقدر الامكان كل حاجه غريبه تعمليها، طبعا ما عدا حاجتين، الحاجه اللي بتعصي ربنا والحاجه اللي ربنا منعها عننا في سوره البقره. تمام؟ ان الحاجه الطبيعيه اللي ربنا مديها لنا ان العلاقه الزوجيه من مكان معين، بس حاجه تانية لا، مكان تاني خالص لا. اتشقلبي بقى، كل حاجه نفسه فيها خليه يعملها، كل حاجه نفسه ان انت تعمليها اعمليها. جربي واتبسطي وعيشي حياتك، وما تقسميش الدنيا، ما تقسميش الانبساط، ما تقفليهاش على نفسك عشان هو ما يتخانقش فيمشي ويسيبك. تمام؟ الكلام الناعم بقى، الكلام الناعم اللي هقول لك فيه مش اغراء ولكن كلام سكسي، كلام مع جوزك اللي هو مش عارفه اقول لك ازاي، بس اي كلام سكسي، يعني اي كلام تحسس ان هو معاه واحده كده. بصي مش عارفه اللي هو ايه، مش راسي، مش على بعضها، عارفه بتتنطط كده عامله زي الفرقه علوز. تمام؟ الكلام اللي هو بصوت منخفض خالص وغمزه وعض على الشفايف، يا ولا اوعى السكسيه. فاكيد مش هتخليني جوزك كده. بس انا طبعا انا مش طالعه ان انا اقول لك ايه اتميز عليكي والحاجات دي كلها. تمام؟ دي حته ان انت تعفي جوزك، حته تعفي جوزك ليها مليون الف حاجه، هعمل لك عليها اجزاء كتير، ولكن هديتك البدايه. اتكلمي معاه في الاول وشوفي وجربي واعملوا حركات وابحثي عن النت وشوفي الالعاب الزوجيه وبتعمل فيها ايه. الالعاب الزوجيه فيها شويه احكام كفيله تغير مودك ل3 سنين قدام انت وهو في العلاقه الزوجيه، والله العظيم. فانا جايه لك اقول لك بالخلاصه، في حاجات انت ممكن ما تكونيش عارفاها او مش واخده بالك منها، وفي حاجات ممكن تكوني عارفاها واخده بالك منها. فانت تعملي ايه؟ تركزي في الحاجات اللي واخده بالك منها وتعملي الحاجات اللي مش واخده بالك منها. بس كده يا ستي، وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب. اقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.